السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم كاملين بخير وصحه جيده ان شاء الله. كما كتلاحظوا معايا اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفه من الوصفات الطبيعيه اللي تقريبا وصفه اللي كنت كنستعملها يعني في من الايام ديال الدراسه ديالي، وعاد فكرتها وقلت علاش لا ما نشاركها مع المتتبعات ديالي. وصفه اللي اقل ما يقال عنها خطيره خطيره، وصفه اللي زوينه بزاف والمكون ديالها السحري اللي ما يخطرش على البال. من اروع الوصفات اللي يمكن لك ديريها على البشره ديالك وكتعطي واحد ليفي واحد النتيجه اللي زوينه بزاف، في نفس الوقت امنه، وحتى الثمن ديالها مناسب في متناول الجميع. فالكل يعني يمكن ليه يستعمل هذه الوصفه هذه ب3 ديال الدراهم فقط. غادي نحضروا وصفه اللي خطيره كتخلي الوجه صافي وكتعطي واحد النتيجه اللي زوينه بزاف. المكون ديالنا الاساسي في الوصفه اللي هو الزوان او الزؤان. الزوان اللي كيتعطى للطيور، كياكلوا كيعطيوه للطيور باش كياكلوا. فهذا هو الشكل ديالو، تقريبا راه فيه بزاف ديال الانواع. فهذا هو النوع اللي يمكن لكم تستعملوا، هذا النوع هذا اللي كيكون طويل بهذا الشكل هذا وكيكون رقيق. وغادي نحتاجوا المكون الثاني اللي هو الشوفان. فكما كتلاحظوا معايا غادي تاخذوا الشوفان وغادي تطحنوه، حاولوا ما تطحنوش يعني حتى يولي منيل. غادي نحتاجوا فيه دوك الحبيبات ديالو لان غادي نحضروا ماسك ومقشر في نفس الوقت. غادي نحتاجوا المكون الثالث اللي هو الصفار ديال البيض. فاي نوع ديال البيض سواء يكون البلدي او لا يكون الرومي، حنا هنا غادي نحتاجوا البروتينات. فغادي ناخذ كما كتلاحظوا معايا هنايا خديت الزوان وطحنته، فهو يعني ساهل باش غادي يطحن لكم. فهاد الزوان هذا او الزؤان غني بالبروتينات ومضادات الاكسده، ففيه قيمه غذائيه عاليه، مصدر يعني مهم للالياف والبروتينات والحديد. فما كيتستخدمش فقط في الوصفات الطبيعيه، فكيتستخدم كذلك يعني في الاكل، تحضروا به يعني العصائر وتحضروا به وصفات اللي تدخلوها يعني في النظام الغذائي ديالكم، لان فيه نسبة عالية من النشا ومن الفيتامينات ومن الألياف ومن الحديد. فهنايا غادي ندوز معكم مباشرة للطريقة. غادي ناخذ تقريبا واحد 3 د المعالق ديال الزوان او الزؤان مطحون، غادي نضيف عليهم 2 معالق ديال الشوفان وغادي نجمعوهم بالصفار ديال البيض. هنايا كما كتلاحظوا كنتكلم لكم على هذا المنقوع هذا ديال العلك او الصمغ العربي اللي زوين بزاف. الناس اللي ما يعني عاد جداد وما عرفوش شنو هذا، فهذا المنقوع ديال العلك كتاخذوا كميه من العلك كتضيفوا عليها الماء ديال الورد وكتخليوها لمده ديال 24 ساعه حتى كيطلق لكم، كيولي بحال الشكل ديال العسل، وكتبقاو تستخدموه في الوصفات ديالكم. فزوين بزاف كي يعطي واحد النتيجه للبشره. الناس اللي كيكون عندهم البشره ديالهم باته او لا كيبغيو يوحدوا له البشره ديالهم ولا كيكون عندهم تصبغات، فزوين بزاف هذا المنقوع هذا ديال العلك. والناس اللي ما متوفرش عندهم يمكن لكم تعوضوه بمعلقه صغيره ديال العسل. هنايا كما كتلاحظوا معايا غادي نخلطوا المكونات ديالنا حتى نحصلوا على خليط اللي غادي يكون متجانس بهذا الشكل هذا. غادي نضيفوا عليه معلقه صغيره ديال ماء الورد. علاش غادي نضيفوا هذه المعلقه ديال الماء الورد؟ باش ما ينشفش لينا داك الماسك ديالنا دغيا، لان بغينا نطبقوا على البشره ديالنا تكون نظيفه، وبغينا البشره ديالنا يعني تستافد من كاع من دوك البروتينات ومضادات الاكسده والالياف الغذائيه اللي متواجده في داك الزؤان او الزوان. فإلا درناها مباشره مع الصفار ديال البيض يعني دغيا غادي ينشف لينا داك الماسك. وإلا ضفتوا ليه ديك معلقه صغيره ديال ماء الورد فكي يعني كيبقى داك الماسك شاد لكم يعني مده طويله في البشره ديالكم، وهكا يعني كتستافدوا من المنافع اللي في داك الزؤان او الزوال. وكتستافدوا كذلك من حتى البروتينات اللي كتكون متواجده في البيض. ويمكن لكم كذلك تستعملوا الياغورت الطبيعي او حتى اللبن وحتى الماء الورد باش تحضروا هذه الوصفه هذه. زوينه بزاف، كتعالج لنا الكلف والتصبغات الجلديه، كتوحد لون البشره، كتعطي واحد النضاره للبشره. فزوين بزاف، حاولوا انكم تدخلوه في الروتين ديالكم. الناس اللي بغاو يعالجوا البشره ديالهم من العمق فهذه وصفه خطيره، فكتعطي نتائج اللي زوينه بزاف. الوصفه كتطبقوها على البشره ديالكم اللي كتكون نظيفه من قبل، كتخليوها حتى كتنشف على حسب نوع البشره ديالكم. وبالنسبه للوصفه فتستعملوها 3 ديال المرات في الاسبوع، كتعطي نتائج مبهره. فهذه وصفه بسيطه ورخيصه يعني في المتناول ديال الجميع، اي وحده يعني يمكن لها تستعملها. فبعض الاخوات كيكتبوا لي في التعاليق بانني كنشارك معكم وصفات معقده وغاليه الثمن، فما متوفراش يعني. بالعكس، اي وصفه كنشاركها معكم الا كتكون مجربه وحتى كنقلب عليها وكتكون متوفره في السوق، وحتى الثمن ديالها كيكون مناسب. في اغلب الوصفات اللي استعملت معكم ديال الشعر الثمن ديالها ما كيفوتش 30 درهم، وكتبقى معك يعني مده طويله. فغادي تدخلي معها وصفات اخرين، وبهكا غادي تكوني يعني استفدتي وغادي تكوني يعني مزيانه. شكرا لكم على الدعم ديالكم، كنشكر الناس كاملين اللي انضافوا عندي جداد والناس اللي مسانديني منذ البدايه. مع السلامه، الى فيديو قادم ان شاء الله.